عشان تدبير المصريين في الداخل وفي الخارج. العينين بالمشروعات هم 3 مشروعات. اكبر 3 مشروعات ممر التنميه بتاع فاروق الباز، الراجل اللي عاش في امريكا عنده جنسيه امريكيه، ومدينه البحث العلمي اللي قايم بيها زويل، الراجل اللي جاي برضه من امريكا، والدكتوره زينب الدين، ويا ريت الناس اللي ما تعرفش تدور، صاحبه ثوره القمح في مصر، واللي قدرت ترجع السنبله الفرعوني الاصليه بعد ما رجعتها وكانت مسروقه مننا في فرنسا، قدرت ترجعها، والنهارده في نهضه وثوره حضاره في مصر. الدكتوره زينب الدين استاذه السوربون، وهي برضه استاذتي، وموجوده في جنسيه فرنسيه ومصريه، وهم دول ال3 اللي بيحاربوا على اكبر 3 مشروعات كبرى في مصر. يا اخوانا ما تخليش حد يخدعكم. المصري ترميه في الحيطه ترجعه بيرجع مصري، وبيرجع وطني، وبيرجع بلده وبيعمرها. مفيش مصري بره مصر خاين. اتحداك تجيب لي قضيه امن قومي واحده كان فيها مصري في الخارج. انا اجيب لك 100,000 قضيه اصحابها مصريين كانوا قاعدين هنا. اللي سرق مصر 30 سنه مصري، ابن مصري وامه مصريه، وقاعد في الحرب وبطل سلام وحرب وزفت، واتسرقنا لما اتعاملنا تحت اسم الوطنيه. مفيش مصري موجود خاين. الخونه هم اللي عملوا الملايين من ورا ظهرنا، هم اللي افكرونا، هم اللي قعدونا في الشوارع وفي الطرق المكسره، هم دول الخونه والعملاء. انما المصري الشريف مكان ما توديه بيبقى مصري، ويبقى علم من اعلام مصر وسفير من سفراء مصر. مفيش الكلام اللي بيقول لا والله ده مصري خرج مش حاسس بمصر. انا اتحداك المصري اللي موجود بره، وانا مش بدافع على حد، والله ما بقول الحقيقه، يشهد على الله سبحانه وتعالى. المصري اللي موجود بره مصر هو اكثر وطنيه واكثر ايمان، مش من كل المصريين، بس بتكون ظاهره عليه. ليه؟ لانه موجود قصاده يهود واجانب وعرقيات كتير وبصراع فظيع، وبيفضل يحافظ على مصريته لاخر لحظه. انا مش هتكلم كلام شعار، بس انا هقول لك على حقيقه ولازم تكونوا متاكدين منها. المصري اللي بره لما بيجي اسم مصر قلبه بينتفض، ما بيفتكرش هو من اي مدينه ولا من اي حاجه.